تنبهوا يا أيها الشبان قادكم إلى الهدى المنان في أن سنة نبينا الأمين عليه أفضل الصلاة كل حين كدت ترى كرسم دار قد عفا في ذا الزمان لمضي الحنفاء وتبعتها شيم الشيوخ ذوي الهدى والنور والرسوخ إذ ترك اقتفاء آثار السلف لبدع قد زينت بين الخلف فسارعوا للعلم مذعنين ناوين وجه الله أجمعين ومن نهاكم عن التعلم فهو خليفة اللعين المجرم في كل ما يفسده والله جل حسيبه يوم الجزاء والوجل إذ كل من في ذا الزمان منعا من التعلم فإنه دعا لبدعة شنيعة إذ العمل إن لم يكن بالعلم شابه خلل فالعلم والعمل جوهران لخيري الدارين يجلبان وأشرف الأصلين علم قدما كما به أتى حديث من سما وأشرف الأصلين علم قدما كما به أتى حديث من سما إذ كل عالم بلا علم يرى فسعيه مثل هباء نثرا ومن حوى علما وليس يعمل به فإنه حمار يحمل يا معشر الشبان مني يقبل نصيحة تهدي الذين قبلوا تعلموا العلم لوجه الله دون المنافسة والتباهي لا تقصدوا استمالة الإنسان لكم ولا تقدم الأقران فمن تعلم لما قد ذكرا فسعيه في هدم دينه جرى وباع آخرته بالدنيا وضاع سعيه وخاب سعيا إذ صفقة قد ارتجاها خسرت وبيعه تجارة ما ربحت وأن من علمه قد كان له على عصيانه معوانا فهو مشارك له في الضر كمن يبيع السيف أهل المكر فلتقصدوا أربعة عند ابتداء تعلم لكي تفوزوا بالهدى أولها الخروج من ضلال والثاني نفع خلق ذي الجلال ثالثها الإحياء للعلوم والرابع العمل بالمعلوم لشيخنا زروق بيتان هما يربيان من حوى تفهما من طلب العلم يباهي الفقهاء بعلمه أو ليماري السفهاء أو لينال الجاه عند الناس باء بنار وهو ذو إفلاس وعد من آداب ذي التعلم فراره من ضر كل مسلم وعد منها كونه مجتهدا
في فرضه وما حوى تأكدا، ولا يكن مؤخر الصلاة بغير ما عذر عن الأوقات، وكونه أيضا سخيا أبدا بعلمه من التأدب بدا، فكل من بعلمه قد بخلا فإنه قبل الممات يبتلى. وعد منها كونه موقرا للعلم بالتعظيم للذي قرا، فليس ينبغي له وضع كتاب أو لوح أو ورقة على التراب، وحيثما أتى من الخلاء بعد قضائه مع استنجاء، ثم أراد المس للكتاب فليغسل اليدين باستحباب، أو يتوضأ ثم يأخذ الكتاب مبجلا محترما يحوي الثواب. وعد منها كونه محترما لشيخه وخادما معظما، إذ قيل إن نفع من تعلما نيط بإجلال الشيوخ العلماء. ومن شروط طلب العلم يعد 6 أشياء تؤدي للرشد، أولها صبر على الجوع الوسط كأسد، والثاني جنبتم غلط إطالة الجلوس في التعلم كالنسر بابتغاء رضا المعلم، ثالثها حرص على طلبه كمثل حرص الكلب في مطلبه، أولها صبر على الجوع الوسط كأسد، والثاني جنبتم غلط إطالة الجلوس في التعلم كالنسر بابتغاء رضا المعلم، ثالثها حرص على طلبه كمثل حرص الكلب في مطلبه، رابعها حلم كمثل الهر، خامسها إدامة للصبر عن النساء الصارفات الهمم كصبر خنزير بلا تهمم، سادسها صبر على ذل أبد صبر حمار فاطلبوا بذي الرشد.